السعودية هي كي ديريج كي ديريج لي ديبا سي اون فو. هي اللي تتحكم هي اللي ديسيدي اسكو يزيدوا في لا برودكسيون ولا ينقصوا منها، ايطون دوني كو هي اللي عندها لو بلوس دو، هي برودكتور مونديال نيميرو 1 جو كروا. مي مالوريزمون السعودية عندها دوطر، عندها مصالح، سي ان الي تاع الامريكان تاع اسرائيل، وعندهم هذيك القضيه تاع الحج والعمره منا، دونك ils n'ont pas vraiment besoin تاع لارجون دو بترول، زعما غير دراهم الحج دراهم العمره يكفي. وهما ماشي بزاف كمشة، راك فاهم، ماشي كيما الجيري فيها 40 مليون ولا هما. العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، أهلا بك معنا سيد خالد. مع فقدنا قرابة ال 570 نقطة إلى الآن، هل دخلنا مرحلة التشاؤم من قبل المستثمرين برأيك بالسوق السعودي؟ نعم، دخلنا بمرحلة التشاؤم والتعمق في التشاؤم الحقيقة للأسباب التالية. اليوم المستثمرين يروا بأسعار النفط بالتعامل معها ليس بأسعار الآنية، لكن بالأسعار المستقبلية المتشائمة، والذي هم ينظروها بعد ما أن رأوا أسعار النفط تنزل بسرعة كبيرة. أصبحوا ينظروا إلى أن الأسعار قد تصل ما بين 40 إلى 45 دولار، وبالتالي أصبح هناك استحقاق مبكر، وبالتالي زاد من عمق الضغط على البيوع على الأسهم والضغط على المؤشر، وخاصة في الشركات الكبرى، وتعاملوا مع السوق ككتلة واحدة بأن هناك إفلاس في الشركات المساهمة. الحقيقة هذا الانهيار الذي دخلنا احنا الآن في دائرة الانهيار جاء نتيجة هذا السرعة في انخفاض أسعار النفط بشكل سريع وبمدة قصيرة. نعم. وأيضا زاد التشاؤم في. نتوجه إلى الدوحة مع المستشار المالي حسام عنبرجي. أهلا بك معنا سيد حسام. لماذا في قطر أيضا التراجعات كانت قوية؟ هل الوضع في قطر مختلف تماما عن الإمارات؟ لا يوجد هنالك محافظ محلية قامت بالتدخل؟ فعليا حالة الهلع والبنك اللي صارت يعني عامة في جميع أسواق المنطقة، مجرد أن فتح سوق دبي منخفض نحن عودنا الانخفاض، السوق السعودي فتح عمقنا الخسائر أكثر. لذلك يعني هي الحالة النفسية المسيطرة، ابتعاد المستثمرين بشكل قوي عن أي بيانات أساسية، عن أي عوامل أساسية، والتفاته فقط لعوامل نفسية، وخوفه من مزيد من الانخفاضات يؤدي إلى عملية بيوع ومزيد من الانخفاض ومزيد من البيوع مرة أخرى. لذلك الحالة النفسية هي من تسيطر على السوق حاليا، وبالطبع يعني متابعة المستثمرين لما يحدث في أسواق النفط تزيد من وقود هذا الانخفاضات، وتزيد من وقود إنجاز التعبير الأزمة التي نعيشها حاليا.